حصل لي موقف في المستشفى جميل برضه. كنت جالس، كنت انزل التمرين كل يوم الصباح، وانا في التمرين يوم ما لي نفس اتمرن، قلت للمرافق طلعني برا، كان ايام برد، خليني في الشمس روح جيب الفطور على ما يجوا الشباب. نزلت كان عندي كرسي يصير سرير، ويومها كنت متشمس كده ولابس نظارات شمسية وجالس لوحدي، المرافق مو في الا وشوية جاء مراجع يبغى يدخل المستشفى، فلما قرب عند البوابة شافني تفاجأ وبدأ يطل فيها كده في يديني ورجولي، جلس نص ساعة يطالع فيها، هو يفتكرني شكله أعمى ولا أنا لابس نظارات شمسية، وأنا أطل فيها أبغى أشوف عقله يوديه لين فين. وشوية قلب وجهه طالع في يديني ورجولي، فجأة سألني سؤال، قال لي أنت وإيش بك أنت؟ ليش أنت كذا؟ قلت له أنت طيب خليني أصرف له هرجة، كان عندي نكتة قديمة حافظها، قلت خليني أصرف له إياها وهو ملقوف وأنا أبغى أتونس. قلت له أنا كنت في الجيش أيام كان حرب الخليج، يقول لك الناس تعشق من في خده خاله، كيف لو كان حبيبي كله خاله. تكبير. فايش قلت له؟ قلت له كنت في الجيش ايام حرب الخليج، وكان عندنا نزول في المظلات، انا كنت في الجيش نزول مظلي، فجيت يوم ابغى انط مع الجيش مع الكابتن حقنا، لقيت القائد حقنا خايف، اقول له يا ابو فلان ايش بك؟ قال لي يا اخي امس امي رأت رؤيا اني حنط والمظله حقي ما حتنفك. قلت له يا اخي هذا حلم ما هو رؤيا، وعشان يفسد الحلم خذ مظلتي واعطيني مظلتك. لبسته مظلتي وقلت له نط قبلي يلا، نط فك المظله انفكت، نطيت بعده فكيت المظله ما راضيه تنفك، اسحب الاستبنه ومو راضي ينسحب، نزلت مهوي من جنب القائد، هذا يناديني القائد يقول لي عبد الله فين رايح؟ قلت له رايح اتفاهم مع امك. اطل في الرجال يقول لي ما مت. قلت شوف ايش اقول له هذا الان؟ قلت له لا الطياره كانت واقفه على الارض. عاد مشي هو يقول الله لا يبلانا الله لا يبلانا. طيب اختمها بحق المصري. لما جيت راجع من مصر حصل لي موقف برضه في مصر، لقيت واحد من شباب مصر ماسك سيجاره ويدخن، المفروض يشيل العفش حقنا هو وما له نفس يشيل العفش، بعدين يقول للثاني يشيل العفش بتاع دول. قمت قلت له انا لو سمحت تعال تعرفني؟ قال لي لا ما حصليش الشرف. قلت له انا ما اعرفك ممكن اسالك سؤال؟ قال لي تفضل. قلت له ما تزعل؟ قال لي لا مش هزعل. قلت له متاكد انك ما تزعل؟ قال لي لا قول مش هزعل. قلت له متاكد انك ما تزعل؟ قال لي يا عمي قول مش هزعل. قلت له انت زعلت قبل ما اسالك؟ قال لي لا قول مش هزعل. قلت له لو انت واقف هنا ومر جنبك رجل ما تعرفه وفجأة بدون ادنى مقدمات اخذ الجزمة ودك على وشك تعمل فيه ايه؟ قال لي ده انا فرمه. قلت له يا راجل؟ قال والله فرمه. قلت له راجع نفسك. قال لي بص اذا كان قد والدي خرشها المصري، خرشها يعني صرفني.
إذا كان قد والدي أقول له الله يسامحك، وإذا كان أصغر مني أقول له يا ابني روح. قلت له لا هو في سنك تماما. قال لي أفرمه. قلت له طيب بعد ما فرمته أخذ الجزمة الثانية ودك على وجهك. قال لي عاوز حضرتك؟ قلت له ما تجيب من الآخر. قلت له أنا قلت لك لا تزعل جاوبني. قال لي مرة ثانية يضربني بالجزمة ده أنا أضربه ب600 جزمة. قلت له طيب الدخان اللي في يدك هذا بيضربك بالجزمة ولا بيذبحك؟ قال لي لا ده بيضربني بالجزمة وبيذبحني. ونصيحة للشباب الآن، الدخان اللي بتشربه هذا بيضربك بالجزمة ولا بيذبحك؟ سبحان الله. قلت له لو جبت لك عصير منتهي له أسبوع تشربه؟ تشربه؟ ليش؟ طيب الدخان من يوم ما يصنعوه منتهي، مكتوب سبب سرطان القلب والرئة وما ادري ايش، واللي يبيعه لك يقول لك يا غبي انا بقتلك وانت بتشتريه بفلوسك. طيب فقلت للمصري تدري ليش كلمتك؟ لا تعرفني ولا اعرفك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ايش رايك فيها؟ قلت له. قال لي الله يشفيك انت نورتني. قلت له ايش رايك؟ الشلل الرباعي اللي انا فيه تدري ايش سببه؟ قال لي لا. قلت له سببه الدخان. ابويا يقول لي انت تدخن؟ قلت له لا. حلفت له بالله اني ما ادخن وانا ادخن، كلمه مني كلمه منه رفعت صوتي عليه. قال لي الله يكسر رقبتك اذا كنت تدخن. ثاني يوم في الصباح رحت المسبح الكباين انا والشباب، نطيت في المسبح انكسرت رقبتي، وكان اخر حمل سيجاره في يدي. لما قلت الكلام ده الطفل المصري لقيته يبكي، يقول لي طب والحشيش اعمل فيه ايه؟ ده انا بحشش وبسكر وبشرب حبوب، لكن والله انت ربنا بعتك لي هديه، وهذه توبه امام الله اني ما ادخن ولا اشرب ولا اسكر ولا اسوي شيء. وطلع البكت وكسره قدامنا، وان شاء الله الله يقبل توبته. هذا ما حبيت اذكركم، سامحوني على الاطاله، وانت خليك بطل وكسر الدخان اليوم.